ولا تصعر خدك للناس. يعني ايه تصعر؟ الصعر ده مرض بيجي عند البهائم، بيلوي رقبتها، بيبقى رقبتها ملويه كده، هو مش قادر يبص غير في اتجاه واحد. فربنا بيقول للناس اوعى تبقى كانك عندك هذا المرض اللي عند البهائم، عينك مش قادره تتشال من على حاجه معينه. اما تبص للغني هتموت على منظر الغني، لما تشوف نجم كوره ولا تشوف فنان ولا تشوف واحد مشهور كأن رقبتك اتلوحت عليه، مش قادر انك تشيل عينك من عليه. ولا تصعر خدك للناس. ازاي نركب فرامل في مشاعرنا؟ ازاي نبقى حكماء يا جماعه؟ ما هي دي كلمه سيدنا لقمان اللي هو ربنا قال ولقد اتينا لقمان الحكمه. الحكمه هي القدره على التحكم في النفسيه. الجمله دي بتقول لك ركب فرامل في نفسيتك. لما تشوف الغني اوعى تترمى عليه، اوعى تذل نفسك ليه. الصعر زي كلمه كعب بن مالك لما كان في غزوه تبوك، ما كانت الثمار طابت على الاشجار بتاعته، بيقول وانا اليها اسعر، رقبتي ملويه عليها، مش قادر اروح الجهاد واسيب الثمار اللي على الشجر والفلوس، ده الوف مؤلفه على الشجر. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه وسدمه. يعني ايه سدمه؟ اللي شايل هم الدنيا. السدم الطور الهايج، في ناس هيجان على الدنيا، والسدم الغيظ والندم، السدم القلق والحزن والقهر والكب. في انسان كل مشاعره عشان الدنيا. في ناس يا جماعه فقدت عقلها بسبب الدنيا، في ناس هتتجنن على الدنيا، في ناس ما بتتكلمش غير على الدنيا. الايه دي بتحذر من المرض ده. ولا تصعر خدك للناس. لازم يبقى عندك فرامل في نفسيتك. عشان كده ربنا بيقول ولا تصعر وجهك للناس. هو انا بميل وشي؟ انما ربنا قال خدك. ايش معنى الخد؟ عارفين كلمه الاخدود يعني شق جوه الارض. التخدد ان الوش يشقق ويتملى حفر ويبقى زي وش اللي عنده 80 و90 سنه كده كله شقوق. كأن ربنا بيحذرك ان هم الدنيا هيدمرك نفسيا، في الاخر وشك هيشقق من هم الدنيا ومن كتر الانفعالات اللي ملت وشك. ولا تصعر خدك للناس.